ليه ألعاب ترندات السوشيال ميديا نصابة وبتضحك علينا؟ من فترة مش كبيرة وفي وقت ترند الميمز بتاعة الإيطاليان برين روت اللي كلكم طبعًا عارفينها، لقيت في أكتر من لعبة واخدة أسمائهم وشخصياتهم وعاملة بيهم ألعاب، والألعاب دي نازلة على stores محترمة جدًا زي بلاي ستيشن ستور وستيم، فالموضوع بصراحة استفزني وقررت إني أشوف الألعاب دي واستنيتها لحد ما تنزل، ورجعت لهم بعد فترة ولقيت إن نص الألعاب دي اتكنسلت وما نزلتش أصلًا، والنص التاني اللي نزل كانت ألعاب مقرفة حرفيًا، كلها واخدة أفكار ألعاب معروفة ومغيرين الموديل بس لشخصية من الشخصيات دي، زي بقى ألعاب جامبر، ألعاب باك رومز، سوبر ماركت سيميليتر، وفي لعبة باتل رويال، بس لعبة باتل رويال أوفلاين بتلعب فيها مع بوتس وناس مش حقيقية، وفي 34 لعبة تانية من الهبل ده، ويا ريت الهبل ده توقف على الترند ده بس، لأ من كام يوم بس لقيت على نفس الستورز دي ألعاب للابوبو بنفس الأفكار اللي اتكررت في ألعاب البرين روت اللي هي أصلا مسروقة، لابوبو هي كمان ليها لعبة باتل رويال وهي كمان أوفلاين زي أختها، فخلوا بالكم من الاشتغالات دي يا جماعة سواء في الترندات دي أو في ترندات هتيجي قدام في المستقبل، وما تدفعش فيهم أي فلوس مهما كانت قليلة علشان الشركات دي بتضحك علينا وبتعمل من ورانا أحلى سبوبة زي ما انتم شايفين كده.